واحد من أهم الأصوات الساكنة اللي بتشكل تحدي في النطق عند متعلمي اللغة الإنجليزية هو النيزل ساوند. فإيه هو النيزل ساوند ده؟ إزاي بنكونه؟ كم عدد الأصوات النيزل الموجودة في الإنجليش؟ وإيه الأخطاء الشائعة اللي بتحصل؟ إزاي الناس بتنطقه غلط؟ الأسئلة دي هنجاوب عليها مع بعض في الفيديو ده، فيلا بينا. أول حاجة، إيه هو النيزل ساوند ده؟ لو قلنا إن كل الأصوات اللي في الإنجليش إما إنها تخرج من الفم أو الأنف، فالنيزل ساوند هي الأصوات اللي بتخرج من الأنف فقط. طيب ازاي بنكون الصوت ده؟ بكل بساطة بنعمل بلوك لتدفق الهواء من الفم، فيقوم مسار الهواء متغير ويروح يخرج من الأنف ويكون لي النيزل ساوند. عدد الأصوات النيزل في الإنجليش هم 3. هنقول الأول والتاني بشكل سريع لأنهم بيخرجوا مننا صح بشكل تلقائي، مش بيحتاجوا أي جهد. وهنقول الصوت الثالث باستفاضة، صوت الإم، وده بيحصل لما الشفتين ينطبقوا على بعض فيعملوا بلوك زي ما قلنا للهواء فيقوم يخرج من الفم. قول معايا كده، الصوت خارج من هنا. صوت الان برضو اللسان بيلمس سقف الحلق من فوق وبيقفل تدفق الهواء وبيخرج الهواء من نفس المسار من الانف، فبنقول اوكي. الصوت الثالث بقى هو اللي بيشكل كل المشاكل، بنقابله في اي كلمه اخرها ان جي او حتى لو في وسط الكلمه، فبنقول مثلا كينج، رينج. اخر اللسان من الداخل قفل مع سقف الحلق وعمل ايه؟ كتم الهواء وخرجه من الانف. فاقول معايا كده كينج، بعمل هولد كده للجي، بعمل هولد للجي يعني بمسكها. الجي مش تنطق كليا زي ما كل الناس بتقول، مثلا كينج غلط، رينج، تنجس، كل ده غلط. طب ايه اللي بيحصل؟ بعض الناس الاخرين بيحاولوا ينطقوا صح فبيشيلوا الجي خالص، يقولوا كن، ريدن، listening، كل ده برضو غلط. ايه الصح بقى؟ ان احنا بنخرج جزء من الجي دي. لو قلنا الجزء ده نسبة مئوية هنقول مثلا 20%، بنعمل هولد، بنمسك كده عند صوت الجي فبنقول كينج، رينج. وزي ما اتفقنا ان الكورس ده هيكون تطبيقي، فاحنا مع بعض دلوقتي جبنا قطعة وهننطقها مع بعض. انا هنطقها في الاول بصوت بطيء وحضرتك هتنطقها ورايا على الاقل 5 مرات مع نفسك، فيلا بينا. The boys love to sing in the morning. They bring a song, dance, and ring the bell. A bird is flying, and the bell is ding. They keep playing and jumping. Laughing and running are their favorite things in spring. اوكي، عايزك تمارس القطعة دي، هسيبها لك في اول كومنت على اقل تقدير 5 مرات بس كده. لو عجبكم الفيديو شاركوه مع كل اصحابكم. اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.